اهلا بيكم في حلقه جديده برنامج انا وغريمي. صعدنا يا جدعان الحمد لله النهارده، واداء بصراحه رجولي يعني وكل حاجه. وحسام حسن ابن خالته ما خذلوش. بس خلونا قبل ما نتكلم عن مصر عشان هو كده هيتكلم كتير. خلونا نتكلم على ماتشات دور ال 16، واللي اتفرج على الماتش اللي فات هيعرف مين كينج التوقعات ومين اللي بيهبد اتفرج على وبيسرق الفيديو اللي التصريحات. فات. ايا كان بقى. خلونا نتكلم عن ماتش السنغال ومالي. الناس اللي بتتكلم وتقول لك احنا لو لعبنا السنغال هيحصل وهيحصل، لا يا جدعان، السنغال قدام مالي اللي هو منتخب فاضي حرفيا، وكان مطلوب منه اللي هو يعتبر اهم واحد في المنتخب اللي هو بيسوما. اليو ديانج اهم واحد. اليو ديانج اهم واحد، اهلاوي جدا. اللي هو بيسوما. هما جايبين جون اصلا اون جول، بيلعبوا الماتش كله الشوط التاني كله ب10 بس وما عرفوش يعملوا حاجه. فبجد منتخب يعني ضعيف جدا، وان شاء الله نعمل عليهم ماتش كويس. وبعد كده طبعا ماتش الكاميرون والمغرب، انا كنت متوقع ان الماتش ده هيخلص 1-0 للمغرب وخلص 2-0. انا كنت توقعاتي يا جدعان للسنغال، معلش بس كان توقعاتي كام؟ كانت 3-1 4-1 4-1 صح؟ بعيده قوي. يعني هو اتطرد منهم واحد يا عم، اعمل لهم ايه؟ رجعوا دافعوا بقى، فضلوا يعني مكملين انا في الدفاع بسومه يعني ايه اللي اتطرد؟ يعني يلا انت يلا. المفروض هو اتطرد يا جدعان، هو متضايق ان بسومه اللي في مالي اتطرد. حظي وحش حظي وحش. طب ما هو كلهم بيدافعوا بقى، بدل ما يدافعوا ب9 بقوا بيدافعوا ب8. هي المهم ما علينا، خلينا نكمل ماتش كاميرون والمغرب. ماتش خلص 2-0. اداء المغرب لسه انا بقول المغرب منتخب قوي، بس هو لسه الضغوطات اللي عليهم مش عارفين يظهروا. وماتش نيجيريا بالنسبه لهم الماتش الجاي هيبقى صعب، بس انا يعني بقول المغرب. خلينا برضو نخش على ماتش نيجيريا والجزائر. هو بصراحه ماتش نيجيريا والجزائر بالنسبه لي يعني نيجيريا قويه قوي. انا كده قايل من اول البطوله خالص، من اول فيديو في اول للبطوله كنت قايل ان نيجيريا من اقوى المنتخبات وهي اللي هتوصل النهائي. كنت قايل ان شاء الله لو مش يعني لو مصر مش هي اللي كسبتها. هو ليه ان شاء الله؟ انت في حد في عيلتك نيجيري تقريبا. بس قال لك ان شاء الله بس نيجيري. بحب اوسيمين بس. نيجيريا مرعبه، عندها خط هجوم مرعب، سواء اوسيمين او لوكمان او حتى الواد ايوبي وتشيكوينزي برضو. وعندهم ناس جامده قوي بصراحه يعني. بس وحتى كمان نص ملعبها الواد اللي كان بيلعب في ليستر ده ندياي تقريبا. بس فنص ملعبها حلو قوي، بس برضو دفاعها مش اقوى حاجه يعني. برضو عندها مشاكل جامده قوي في الدفاع. بيساسي واللي هو بيلعب في فولهام والناس التانية وسانشيز مش اقوى حاجه في الدنيا. عادي هم كويسين بس مش اقوى حاجه في الدنيا. بس الجزائر بصراحه بلا انياب بلا اي حاجه، ما عملتش اي حاجه. لا مش عشان حاجه. انا يا جدعان قلت برضو ان الجزائر قعدوا الناس قعدت تقول الجزائر حلوه ومش عارف ايه، بس لا يا جدعان، الجزائر انا قلت ما اختبرتش، ما لعبتش منتخب قوي، فده طبيعي. وكده كده هم بيغيروا جيل، يعني كتر خير الدنيا اصلا ان هم وصلوا للمرحله دي وبس. شايف ان يعني الماتش ده هو كان تيبيكال 2-0، ممكن يبقى زياده بكتير اصلا. بس يعني الجزائر حظهم حلو اصلا، الماتش ده خلص 2-0 بس بصراحه. نيجي بقى عند اهم ماتش. للجول ايه؟ ابن زيدان. ابن زيدان. زيدان كان قاعد في المدرجات بيتحسر على ابنه. لا بس هو الجون الاولاني على فكره دخل فيه بطريقه غريبه قوي يعني. هو نط الكوره نزلت تحتيه، اول ما اشوفها بس بصراحه. الجون التاني كده يا جدعان كان الجون، حتى لو كان جابها كان الواد هيلبسه ضربه جزاء. نيجي بقى يا جدعان لاهم ماتش مصر وكوت ديفوار. انت ايه رايك في الماتش؟ عشان ده انا هتكلم حبه حلوين عليه. هو كده الروح يا جدعان. هتكلم قبل ما اخد الروح يا جدعان كده فارقه. اول ماتش في البطوله تحس ان انت فارق يا جدعان. محدش كان متخيل السيناريو. انت بتتفرج على الماتش ده انت مش عارف ايه اللي هيحصل. جون لمرموش، وعلي وجده عشان هو ورا الكاميرا هيعمل كده قال في الماتش يا رب يا رب، وقال 3-2، وفعلا الماتش خلص 3-2. ملك التوقعات الحقيقيه. تريزيجيه، امام عاشور. بجد امام عاشور عمل ماتش كبير قوي. تريزيجيه نزل ما كانش قادر يجري. تريزيجيه اوه بحبك يا بيزو. مجانين دول يا جدعان الجمهور. تريزيجيه نزل رغم الاصابه. فلا بجد يا جدعان الاداء كان تحفه وهنقل بقى هنقل المايك لاستاذ بوزي. عامة انا بالنسبة لي احنا ما ترجعلوش المايك تاني. الناس اللي كانت بتتكلم مثلا على طلع حوار البتاع طلع. استنى يا عم. ماشي يلا. بالنسبة للناس اللي كانت بتتكلم مثلا على الخطة قبل الماتش وتقول ان هي خطة وحشة، كيكا الخطة كانت متسربة اصلا قبلها بيوم. يعني امبارح بالليل اصلا الخطة كانت متسربة. فانت مثلا بتتكلم، انت كنت بتلعب مثلا بالشناوي ورامي ربيعه وحسام عبد المجيد وياسر وهاني وفتوح، كنتوا بتقولوا ان احنا عشان بنلعب ب 2-6 اللي هم حمدي فتحي ومروان عطيه.
الاثنين يا جدعان احنا كنا تبان انها خطه دفاعيه، بس هي مش خطه دفاعيه خالص. لان انت كان عندك فتوح كان بيصعد بدل ما يمسك الوينج الشمال اللي هو عماد ديالو، لا هو كان بيروح يمسك الدوي الواد اللي هو الباك اليمين بتاعهم. وكان رامي ربيعه كان هو اللي بيرحل ويروح يمسك عماد ديالو. طب وساعتها كان الحته دي كانت بتبقى فاضيه، كان حسام عبد المجيد كان بيرحل عليه، وكان حمدي فتحي او مروان عطيه بينزل يمسك حد من نص الملعب، مع كمان ان امام عاشور كان بيرجع تاني ان هو يقفل حد من نص الملعب عشان لو ما يعملوش المثلثات علينا. فرانكيس. فانت بالنسبه لك انت قفلت عليهم، حجمتهم خالص. هم اصلا في اول نص ساعه كمان بعد ما احنا جبنا فيهم الجون الاول والثاني هم بجد مش عارفين يخرجوا بالكوره، مش عارفين يعملوا اي حاجه. انت في اول 10 دقائق في الماتش كنت بتضغط عليهم ضغط عالي من قدام، بتطلع خطوطك كلها، بتدافع برضو بكتله واحده وبتهاجم بكتله واحده، ودي كانت اهم حاجه. ودي عامه مشاكل عند منتخبات كتير قوي، كانت مشكله عندنا ان احنا ما كانش عندنا ربط ما بين الخطوط. والتشكيله دي اول ما نزلت قلت الفرق كله بصراحه، يعني اللي هيفرق في الماتش ده كله لعيب واحد بس، وهو اللعيب امام عاشور. امام عاشور لو كان في حالته او لو كان فت من اول البطوله، امام عاشور كان هيودينا في حته ثانيه. لان امام عاشور انا المقتنع لحد دلوقتي ان هو لسه ما جابش ال 100%. وال 100% دي عشان كده مثلا كنا بنلوم ماتش على الماتش اللي هو الماتش اللي هو كان ثالث ماتش في المجموعه زيمبابوي انجولا. كان ماتش انجولا ان هو ما لعبش بامام عاشور ما ادلوش دقايق. ودي برضو ممكن تكون احنا عايزينه انها تاثر عليه في حوار البدني والكلام ده وتديله ماتشات. فانا بالنسبه لي بصراحه حسام حسن عمل ماتش حلو قوي، ما اعتبروش دفاعي. انت حتى كمان الجونين اللي دخلوا فيك هم اخطاء فرديه، جون غلطه فتوح وجون غلطه 100% الشناوي. يعني بصراحه انا مش عارف الشناوي، يعني أنا اصلا احنا كاسبين فرق الجونين وانا اكتر حاطط ايدي على قلبي عشان خايف من الشناوي بس. وهو كمان كان مرعوب والله العظيم، يعني هو بجد بقى خايف. يعني معلش الكور دي كل الكور العاليه الشناوي كان بيطلع المفروض يمسكها، لا كان بيطلع يديها بالبوكس. فاللي هو انا مش فاهمك يعني، حاجات غريبه يعني. بس يعني دي كلام سريع كده بس عن ماتش مصر وكوت ديفوار بس عشان كنت عايز اتكلم فيها. ونخش يا جدعان دلوقتي بقى على ماتشات السيمي فاينل. ان شاء الله مصر هتلاعب السنغال للمواجهه الثالثه، ان شاء الله بقى تبقى الثالثه ونكسب ان شاء الله ان شاء الله. هو دي بقى العاده الحقيقيه فاهم. وعندنا الماتش الثاني هيبقى المغرب ضد نيجيريا، ده ماتش هيبقى حلو قوي برده. يعني هو بصراحه ماتشين جامدين قوي يعني. انت توقعاتك او هنتكلم مثلا عن ماتش مصر الاول عشان هو الاول. ماشي. ماتش مصر بالنسبه لي احنا هنلعب بنفس الخطه بنفس التكتيك، تقفل على السنغال برده بنفس اللعيبه. وهيبقى برده فكرتك كلها ان انت هيبقى عندك مرموش وصلاح ان هم بيضغطوا من قدام مسببين رعب لدفاع السنغال، تمام. وان هم عشان اسرع واقوى. وبصراحه صلاح الماتش بتاع كوت ديفوار عمل احلى ماتش ليه من اول البطوله. لا في تاريخه مع المنتخب اصلا. لا مش الدرجات دي انت لا التاني لا لا يعني، مش لا الدرجات دي لا. انت التاني يعني. لا والله عمل ماتش حلو قوي. لا هو عمل ماتش حلو قوي بس مش لدرجه ان انا احسن ماتش في المنتخب. يعني هو عمل احسن ماتش ليه في البطوله ممكن من اول السنه عشان صلاح بادئ السنه مش احسن حاجه. فهو الماتش ده بجد هو عمل هو بس فيه يا جدعان في ماتش حاجه حلو قوي. عايز اعقب عليها في حته صلاح، هو عمل كل حاجه فعلا النهارده وبجد لعيب جامد. بس عندي مشكله معاه ان هو ما بيتكلمش مع الحكم، ودي كارثه. يعني انت عندك 100 كوره فيها كروت فيها فاولات فيها حاجه وما بيتكلمش مع الحكم، هو مستني تقريبا فان دايك يجي يتكلم. فدي مشكله صلاح بس ان هو لازم يرجع يتكلم مع الحكم بس. لا ايه يا عم ما بيتكلمش ولا كوره ولا مش كوره. مش إيه لا ده؟ مش لا. بيتكلم بس في اللي هو بعصبيه واللي هو لازم تديله انذارات بيدخل الحكم دي ويضحك. لا يا جدعان لازم انت كابتن منتخب مصر لازم تخش تتكلم تزعق تعمل اي حاجه، مش اي حاجه. لا في كروت كتير. المفروض في كوره مرموش دي كان اللعيب يطرد. يعني انا شايف برضو ان بصراحه فلا كان لازم يبقى في الحته ضغط. دي لازم صلاح ودي برضو كان يخش بتبقى من يضغط حسام عليه. حسن والكلام ده. راجع الاستاتستكس بعد البتاع بس مش تلاقي فيه كارت اصفر طلع في طول لا احنا بس طلعنا الشناوي وحسام عبد المجيد. بس المهم يعني انا بالنسبه لي شايف ان ماتش مصر والسنغال هيبقى ماتش صعب قوي على الفريقين. بس لا يا ابني انت ما اتفرجتش على ماتش مالي والسنغال؟ السنغال برضو ما تتوقعهاش ان السنغال عندها لعيبه فرديه جامده قوي تفرق معاهم. مين يا ابني اللي ما عندهمش حد؟ ما عندهمش حد ايه؟ عندهم هم ورا وحشين دفاعهم وحش قوي. وحشين. هو دفاعهم وحش قوي. واحنا يعني الحمد لله احنا خط هجومنا يا مرموش برضو عشان ما اتكلمناش عليه كتير عامل اداء عالمي. الماتش بتاع كوت ديفوار ضغط عالي وقطع مثلا، يعني هو تقريبا اكتر واحد قطع كور من خط الهجوم كله. ماتش زيمبابوي برضو لا يا جدعان مرموش بس فايق. ممكن بقى نقول توقعاتك. انا بقول 2-0 لمصر ان شاء الله.
السنغال كده كده ان شاء الله هيبقى ماتش سهل يعني انا اتوقع ان شاء الله 2-1 2-0. تمام، بس ان شاء الله نكسب يعني، دي اهم حاجه، مش فارقه بقى النتيجه تبقى كام، بس اهم حاجه نكسب ونوصل للنهائي. ايوه قول لنا النتيجه بقى. قلت 2-1 ان شاء الله. 2-0. ماشي. ماتش بقى اللي هيبقى صعب قوي بقى الماتش اللي هيبقى صعب قوي بقى ماتش نيجيريا والمغرب. انت اتكلم عنه ولا اتكلم انا؟ يعني هو بص، المغرب انا بالنسبه لي لحد دلوقتي هي المغرب مش يعني ما اقنعتنيش في البطوله. انا مش شايف ان المغرب جامده. المغرب بس انت كنت شايف انها تخسر من الكاميرون 2-1. دي حاجه تانية. انا كنت قايل انها هتكسب. لا 2-1. انا متوقع بصراحه الماتش راجع هيخلص انت 2-1 بس، للكاميرون انا كنت قايل ان شاء المغرب الله هتكسب. ماشي. بس المغرب بجد لحد دلوقتي هي مش عجباني خالص يعني، ولا اداء حلو. هو ادائهم 3/4 عشوائي، وبيطبل لهم تطبيل غريب قوي من الحكام. يعني بجد انت وده اللي هيكسبوا ماتش نيجيريا، وانا ما اعتقدش بصراحه ان هم يكسبوا ماتش نيجيريا. هم حتى هيطبل لهم جامد فيه، وبرضه هيخسروا الماتش، لان هم ما تقنعنيش مثلا ان في حكم يتعين لماتش في دور الثمانية قبلها بيوم. ماشي قبلها بيوم. يعني هم كان الحكم كان المفروض امين عمر هو اللي يحكم الماتش، اعترضوا عليه تاني يوم على طول. متسبي بقى والناس الجميله دول غيروها في نفس اليوم. فطبعا باينه قوي يعني الدنيا. بس ان شاء الله يعني بغض النظر عن اللي هيحصل يعني في الماتش ان المغرب ما تصعدش يعني، عشان بصراحه مش عايز العبها في النهائي. ان شاء الله تخسر الجمهور المغربي اللي عندك. ما مش عايز العبهم يعني في النهائي، ما هو بيشجعونا، يجي يشجعونا هم في النهائي، يشجعوا ضدنا ليه في النهائي يعني. والمغرب هتكسب 2-1. ماشي بقى بالتحكيم بقى بكله، بس هيكسبوا 2-1. لا انا بالنسبه لي نيجيريا، عشان هم بيلعبوا بحماس جامد قوي، عشان هم مغلولين، بيلعبوا بغل، نفس فكره مصر. هم بيلعبوا بغل عشان هم ما صعدوش كاس عالم. حتى سبب اصلا خناقه اوسيمين مع لوكمان ان اوسيمين لما طلع بره قال لهم، لو قعد يعيط في التانل، قال لهم ايه؟ قال لهم يا جدعان انا مضغوط، انا اللي بشيل الليله، فاهم؟ فهو الضغط اللي عليهم ده هو ده السلاح بتاعهم بصراحه. وانا شايف ان السنغال هتكسب 3-1. السنغال مين؟ نيجيريا. ان شاء الله السنغال ما تكسبش. اعملها كابتن دي ونزلها له بس مش عايز تقول حاجه لكابتن حسام؟ لا كابتن حسام حبيبي كده كده. انا كنت اكتر واحد كنت عايزه ان هو يمسك المنتخب يعني بصراحه يعني. فهو ابن خالتي تقدم اعتذار قدام الكاميرا. ليه؟ لا عمري ما اتكلمت عن كابتن حسام وحش. كابتن حسام. لا كابتن حسام ده حبيبي والله العظيم. وانا اصلا مخليه يقول عشان حته حبيبي. بس يا جدعان يعني حلقه لذيذه خفيفه كده ان شاء الله، ويا رب تكونوا اتبسطتوا يعني بالحلقه. سلام يا جدعان.